بيطلع براند جديد، بس اللي بيفضل في دماغك هو اللي عنده قصة، ومش اي قصة وخلاص، لان كل شوية براند بيطلع بستوري تيلينج. لازم القصة اللي تعلق مع الناس واللي تبقى فعلا تأثر فيهم. الناس بترتبط بالحكايات مش بالمنتجات، فممكن تروح تجيب شمعة مثلا ب 300 جنيه، ولكن ورا البراند بتاع الشمعة دي بنت بسيطة بدأت من البيت بتاعها، فبالتالي ال 300 جنيه دي بقى ليها قيمة مختلفة تماما بالنسبة لك. فانت كبراند محتاج توضح القيمة الحقيقية ورا البراند والمنتجات بتاعتك. وعشان ده مش مجرد رأي ليا وخلاص، في دراسة اتعملت في جامعة ستانفورد. جينيفر آكر بروفيسور في التسويق اثبتت ان الناس بتفتكر القصص 22 ضعف المعلومات او المعطيات العادية. وعلشان كده دايما بنقول اي ستارت اب لازم في الاول هو اللي يمسك التسويق لنفسه. ما ينفعش خالص تهاير ايجنسي في الاول، لان انت الوحيد اللي هتعرف تحكي الستوري بتاعتك. براند زي نوشن بدأ بأداة علشان تنظم شوية للجمهور بتاعها، ولكن كانوا بيحكوا اكتر مشاكل بتواجه التيم ستارت ابس، فبالتالي اصبح ان هو نوشن النهارده اللي احنا بنستخدمه في كل الاورجنايزنج بتاعنا. خليني اقول لك على كام خطوه تساعدك ان انت تبتدي تحكي القصه اللي ورا البراند بتاعك. اول حاجه محتاج تتكلم انت ليه بدات البراند، مش مجرد ازاي وخلاص. اربط المنتج بتاعك بقصه انسانيه. تالت حاجه محتاج تربط البروسيس بتاعتك، بمعنى ان انت تتكلم عن اول طلب جالك، اول كلاينت، اول مشكله واجهتك، البروسيس اللي بتابجريد بيها البرودكت بتاعك. انا عارفه كويس جدا ان الاي اي سهل علينا كتير، بس لازم تشارك صور حقيقيه للبرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمه. واخر خطوه، خلي البراند بتاعك يبقى ليه لسان بيكلم واحد صاحبه، مش مجرد بيكلم عميل وخلاص. منتج من غير قصه يعني سلعه وخلاص، لكن عشان تبني فعلا براند لازم تحكي قصه. ولو مش عارف ازاي تبتدي القصه بتاعتك او ازاي تحكيها صح، تقدر تبعت لي دلوقتي وانا هساعدك.